للأسف المجتمع بتاعنا بيخاف أو بيتكسف يتكلم في حتة التوعية الجنسية للأطفال، مع إن هو ده الحل الوحيد اللي هيخلي طفلك أو طفلك يطلعوا هم عارفين حدودهم وعارفين الخطوط الحمراء بتاعتهم، ويحافظ عليهم من إن أي حد يعتدي عليهم جسديا لما يكون عندهم وعي كامل إيه اللي يصح وإيه اللي ما يصحش. فياريت نبطل حتة الكسوف دي، لأن دي آخرتها. نموذج ياسين مش النموذج الوحيد، للأسف الشديد في نماذج كتير جدا بيتم الاعتداء عليهم وأهاليهم بيخافوا يتكلموا، بيفكروا إن هما كده بيشهروا بعيالهم وبيفضحوهم، لكن اللي بيتفضح وبيتشهر بيه هو اللي عمل الاسم ده. فما ينفعش نسكت، وما ينفعش ما نربيش ولادنا من دلوقتي تربية جنسية سليمة عشان نحافظ عليهم، مش عشان نخليهم يبقوا منفتحين عن العالم أو يبقى عندهم جراءة. فيش الكلام ده، بالعكس يا جماعة، احنا لو احنا اللي اتكلمنا مع اولادنا في النقط دي هنقدر ان احنا نوصل لهم المعلومة في حدود واطار الادب والاحترام، ومن غير ما نأفور ومن غير ما نخليهم يبقى عندهم يعني بيقولوا ايه، سوري مش والله ما جايه في بالي دلوقتي. المهم انه يبقى عندهم فضول، ان هم يعرفوا معلومات اكتر واعمق بطريقه غير شرعيه. فلما احنا نتكلم معاهم احسن ما نسيبهم لاصدقائهم او نسيبهم للنت هو اللي يديهم المعلومه، وبيديهم المعلومه بطرق غير واضحه وغير مفيده، فبالتالي بيبقى عندهم فضول اكتر ان هم يعرفوا، فيعرفوا بطرق غير شرعيه، وللاسف هو ده اللي هيؤدي لبوظان الدنيا مننا. فاحنا اللي نتكلم معاهم احسن بكتير ما نسيبهم للغير.